عمرك حسيت ان انت مشتاق قوي لشخص انت عارف ان الشخص ده مؤذي ليك؟ انت عارف ان الشخص ده كان متعب قوي قوي ليك ولنفسيتك، انت عارف ان علاقتك بيه كانت توكسيك رغم ان انا ما بحبش التعبير ده ابدا، بس في نفس الوقت انت حاسس انه هو وحشك، انك عايز تطمن عليه، نفسك تسمع صوته، انه يمكن لو بعتنا مسج. مش قصدي حاجه خالص، مش قصدي ان انا ارجع افتح الموضوع تاني، بس قصدي ان انا اطمن عليه. اصلا انا عرفت ان هو مر بظروف صعبه. ده شعور طبيعي بيجيلنا كلنا، بس ده بيبقى تعلق بالدوبامين، لانه الوقت اللي انا ببقى فيه في العلاقه دي، اللي كنت فيه في العلاقه دي، الوقت اللي انا فاكره الدوبامين بيفرز جامد قوي، اللي هو هرمون السعاده. فانا ببقى مشتاق للشعور ده، مشتاق ان انا احس ان انا متشاف بالشكل ده، ان انا محبوب بالشكل ده، انه في انتنسيتي في العلاقه بالشكل ده، التفاصيل، الاهتمام، هلبس ايه، هشوفه فين، هيبص لي ازاي، هيتعامل معايا ازاي. بس لما برجع فعلا للتفاصيل بلاقي انه الشخص ده احبطني كتير جدا، انه اذاني كتير جدا، اني احتاجته وما لقيتوش، بس انا كنت بسميها حاجات تانية. اصله مشغول، اصله عنده ظروف، اصله انا محتاجه ابقى متفهم. هتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ مش ان انا هرجع اكلم الشخص ده تاني، هتعامل مع الموضوع ده ان انا هصبر على جهازي العصبي لغايه لما يفهم انه ده دوبامين مش الشخص، وهتكلم مع حد عارف الحكايه وبثق فيه، وهو هيفكرني بالحته اللي انا كنت فيها، وهحكم عقلي، مش هكلمه.